دائما في اطار لي روتين ديال العنايه بالبشره، يعني دائما انا كنشارك معكم الحويجات اللي انا كنديرهم، اللي مجرباهم وكذلك اللي كنستعملهم. يعني ما يمكنش نجي ندوي على شي برودوي وانايا ما عارفه عليه والو وما جربتوش على راسي هو الاول. في هذا الفيديو هذا غادي ندويو على واحد السيروم. كيف كنعرفوا فراه المفعول ديال السيرومات كيكون مدوزي على المفعول ديال الكريمات. يعني غندويو على هذا السيروم ديال دي اس بي ديال النياسيناميد. يعني غنشوفوا النياسيناميد الدور ديال البشره ديالنا، واش النياسيناميد كيبيض، واش النياسيناميد كيفتح لنا البشره، واش النياسيناميد ممكن اننا نستخدموه يوميا، واش النياسيناميد فعلا كيحيد لنا دوك التصبغات، واش النياسيناميد ممكن انه يسد لنا المسام. وركزوا عليه على هذا يسد لنا المسام، واخا ما كنحملش نقول هذا المصطلح ديال كيسد المسام. واش النياسيناميد كيحيد لنا اثار ديال حب الشباب. كلشي هادشي غنجاوبكم عليه في هذا الفيديو هذا ان شاء الله. بالنسبه البنات اللي كيدخلوا وكينشروا لي الطاقه السلبيه في الفيديوهات ديالي، اللي كيدخلوا بحسابات وهميه، فراه كونوا اكيدين وكونوا مرتاحين بزاف. فراه اليوتيوب كيكشف دابا كلشي، يعني الخوارزميات راه تطورات. يعني انت راكي كتكوني ساكنه غير حدايا ولا كتكوني حتى كليانه ديالي وكتمشي وكتديري حساب وهمي وكتبداي تنشري الطاقه السلبيه ديالك اللي كلها حقد وبغض، فراه اختي كتادي غير راسك وكتادي غير صحتك. كما انا راه ما عندك ما تصوري مني، ديريها في بالك، راني عارفاكم وحده وحده. يعني بلا ما تعذبي راسك، راه داك الشيء يعني راه فاش كندخلوا حنا لهذا المجال هذا ديال هذا راه ما كتاثر مازال فيك حتى شي حاجه. يعني داك الحسد وداك الحقد يعني كيرجع لك انت، هو اللي كيخرج لك على وجهك وكيخرج لك على صحتك كامله، كيبدا ياكل فيك. لذلك غير خلي تعاليق عندك. يعني التعاليق راه كنخليهم، ما كان قليل اللي كنبلوكيها كنخليها، ما كنبغيش نبلوكيها في القناه باش كل مره طلع عندك شي فيديو كتزيدي كتقلي بالسم اللي فيك وتما كتزيدي كتخرجي غير على صحتك ماشي عليا انا. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو هذا السيروم ديال دي اس بي. كنعرفوا دابا بزاف يعني السيرومات ديال دي اس بي. هاد لا مارك هادي يعني راه ما مقاطعاش. يعني دابا كلشي اكثريه كيستعملها. زائد المفعول ديالها اللي كتعطي واحد النضاره للبشره. يعني راه فيها بزاف ديال المنتوجات هاد دي اس بي، فيها لي زيكرون ديالها وفيها السيرومات وكذلك كريمات مرطبه وكذلك كريمات بالنسبه للبشره اللي كتكون فيها هذاك الحبوب. غندوي دابا على النياسيناميد. النياسيناميد كنعرفوا الدور ديال البشره ديالنا، يعني كيعطي واحد التفتيح وكذلك كيعطي واحد المقاومه لهذوك التصبغات. الا بداو عندك التصبغات فراه كتبع هذا السيروم نياسيناميد. يعني يكون دي اس بي يكون اي نوع اخر، فهمتي؟ اي نوع، راه كاين لي مارك بزاف، كاين اي نوع، اي نوع نتيا بغيتي كتاخدي. المهم حنا دابا الموضوع ديالنا هو السيروم نياسيناميد ماشي بالضبط هاد لا مارك هادي، فهمتي؟ وكذلك كيعطينا واحد العلاج اللي كيكون لهذاك الحبوب ديال حب الشباب. يعني هذاك لاكني اللي كيكون نورمال، يعني ما يكونش هذاك لاكني اللي كيكون سيفير، هذاك ضروري انك تشوفي فيه طبيب ديال الجلد. وكذلك كيعطينا واحد الوقايه من سرطانات الجلد اللي كتسبب فيهم اكثريه الشمس. يعني الشمس، الناس اللي كتعرضوا للحراره بزاف في بعض الاوقات فراه كتكون البشره ديالهم معرضه لهذا سرطان الجلد. وكذلك كيعطينا واحد المقاومه ديال شيخوخه البشره. يعني البشره ديالك ما كتشيخش دغيا، يعني ما كتشرفش دغيا وما كيكونوش فيها هذوك التجاعيد اللي كيخليو البشره ديالك تبان اكبر من السن ديالك. كذلك حاجه اخرى عاوتاني، كاين واحد النوع ديال الناس اللي كتكون بشرتهم جافه بزاف وكيكونوا فيها بحال هذوك القشور ديال الاكزيما، وكتكون في نفس الوقت في بعض لي زون فيها في البشره ديالهم كتكون ناشفه، ولكن في بعض البلايص في البشره كتكون عندهم دهنيه، فراه كذلك كيخدم لكم. حاجه اخرى عاوتاني اللي غندويو على هاد المزايا ديال هاد النياسيناميد اللي كيف قلنا هو كيعتبر بحال واحد لونتي بكتيريان اللي كينظف لنا البشره ديالنا من العمق ديالها، وكذلك كيقوي لنا داك الحاجز اللي كيعطينا واحد الوقايه للبشره ديالنا ما تضررش الجلد. هذيك الطبقه اللي كتحمي لنا البشره ديالنا من الفوق باش ان ما ياثرش فيها لا سخونيه لا حراره لا شمس لا مؤثرات مناخيه، فراه كيعطيها واحد الوقايه اللي كتبقى البشره ديالك ناضره وما كيكونوش فيها هذوك التصبغات على المدى البعيد. حاجه اخرى عاوتاني بالنسبه هاد النياسيناميد، واش غيديروه الناس اللي كيكونوا عندهم هذوك المسامات واسعه، واش يقدر انه يسد لهم هذوك المسام. المسام كيف كنقول لكم ما كيتسدوش، المسام كيتقلص الحجم ديالهم
ومع المداومه اكيد. وهذا النوع ديال هاد الناس اللي كيكون عندهم هذا المشكل، فراه كتكون البشره ديالهم يا اما دهنيه او مختلطه، يعني هما اللي كيكون عندهم المشاكل ديال ليبو. حاجه اخرى عاوتاني، ما كيديرش لنا شي تحسس، النياسيناميد ما تيديرش حتى شي حساسيه نهائيا. فقط الناس اللي كتكون عندهم هذيك الغوزاسي ضروري هذوك كيديروا واحد التيست، حيت كتكون اصلا بشرتهم مهيجه غير بوحديتها، واخا يغسلوها غير بالماء كتكون دغيا كتهيج. يعني ضروري وقت ما بغا يديروا شي سيروم ولا شي حاجه ضروري يديروا واحد ان تيست كيتاني هو الاول، عاد باش يمكن لهم ديك الساعه انهم يديروه للبشره ديالهم. حاجه اخرى عاوتاني لهاد الفوائد ديال النياسيناميد، كيف قلنا لي بوغ راه ما تيسدهمش، يعني كينقص منهم. هذاك الحبوب الا قلنا كاين رقيق ولا اللي كيكون عادي، فراه مع المداومه راه كيمشي. هذوك التصبغات الا كانوا تصبغات اللي ما كتكونش قديمه، يعني